خلاص هتاكلوا الطبق. خلينا النهارده مع بعض نعمل حاجه حلوه كده. يعني انا كنت قاعده والاولاد قالوا لي يا ماما احنا عايزين ناكل حاجه مسكره. فدورت كده في التلاجة لقيت البطاطا دي عندي، كانت اختي جايباها لي يعني بقالها كام يوم وانا نسياها. فقمت قايمه بقى قشرت البطاطا، غسلتها كويس جدا، وهي كانت زي ما انتم شايفين كده حجمها صغير يعني رفيعه، يعني لو شويناها هتنشف ومش هتبقى حلوه. فقلت ايه تعمليها ايه. هنعملها بقى بطريقة حلوة قوي النهاردة. بصوا طريقة جامدة جدا، اللي مش بيحب البطاطا ومش بياكلها هياكلها بالطريقة دي. اول حاجة يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف هنعمل الطريقة بتاعتنا ازاي. دول حوالي 2 كيلو كده من البطاطا، غسلناهم كويس قوي بعد ما قشرناهم، وبعد كده هبتدي اقطعهم حلقات كده. خلاص مفيش حاجة صعبة خالص. وناخدهم بقى نديهم شطفة كمان، وبعد كده هصفيهم واجيب الحلة بقى نحطها على النار، ننزل بالبطاطا، وبعد كده هنضيف عليها نص كوباية من السكر. طبعا ما ننساش ان البطاطا بتكون مسكرة اصلا يعني، فمش هنكتر السكر. ونص كوباية من المية، وكمان هضيف كيس كده من الفانيليا. بس كده. عايزاها مسكرة قوي هتزودي السكر، عايزاها دلعة شوية هتقللي السكر. لو حباها كده بس ممكن ما تضيفيش سكر خالص. كوباية السكر دي هتخليها مظبوطة معاكي وتبقى زي الفل. خلاص كده هغطي بقى عليها واسيبها على نار هادية. قعدت تقريبا تلت ساعة وكانت استوت وكانت دايبة معايا. هي بقى على النار كده هنعمل جنبها الصوص بتاعها اللي احنا هنستخدمه. جبت كده 3 مكعبات من الزبدة، والزبدة بتخلي الحلوى اللي معانا دي هتكون خفيفة مش هتكون تقيلة. طبعا ممكن تستخدمي السمنة البلدي لو انت حابة يعني، بس الزبدة بتخليها خفيفة. نزلت ب3 مكعبات وعليهم 5 معالق من الدقيق. بس كده هنبتدي بقى ايه نقلب كويس، وما استنتش الزبدة تسيح عشان ما تتحرقش، انا عايزاها ما تغيرش طعمها. هبتدي اقلب لحد ما الزبدة تسيح معايا مع الدقيق كده، والدقيق يستوي يعني 5 دقايق كده على النار. وبعد كده هكون مجهزة اللبن بتاعك يكون ساقع. لو اللبن ضفتيه وهو ساخن هيكلكع معاكي، دي معلومة مهمة لازم تبقي عارفاها. وانت بتعملي اي بشاميل لازم اللبن يكون ساقع ما يكونش ساخن. نزلت بكمية الحليب، معايا كيلو من الحليب، نزلت بالكمية كلها. وهبتدي بقى ايه افك الدقيق كده بالحليب على نار عالية في الاول، وبعد كده هنهدي النار عليه. نزلت كمان بنص كوباية من السكر كمان على البشاميل. ده طريقة البشاميل العادية خالص، بس احنا بنعمله مسكر. وضفت كيس من الفانيليا كمان على البشاميل. نص كوباية سكر وكيس من الفانيليا. شوفوا بقى القوام بدأ يتقل معايا. هنا بقى هبتدي اضيف 3 معالق من مبشور جوز الهند. طبعا هيخلي طعمها حلو قوي لو متاح عندك، لو مش متاح مش مشكلة ممكن تستغني عنه، بس هو بيدي طعم حلو. وهبتدي اديله تقليبة كده، والبشاميل كده هيكون جاهز معايا. نروح بقى ايه للبطاطا نشوفها برضو. خلاص هي كانت استوت، يعني انا سبتها تلت ساعة على النار بالظبط على نار هادية، كانت شربت المية اللي احنا حطيناها نص كوباية، لان البطاطا بتنزل مية فما تزوديش مية كتير. خلاص عملت لها تيست كده لقيتها استوت. هبتدي بقى ايه اجيب الهراسة ونهرسها. هضيف عليها برضو هي كمان 3 معالق من مبشور جوز الهند. زي ما قلت لكم لو موجود عندك استخدميه، هو بيدي طعم حلو قوي للحلويات. ههرسها كده لحد ما تكون معايا ناعمة خالص كريمي، مش عايزة فيها اي قطع من البطاطا، عايزاها تكون طرية خالص. ممكن كمان تضيفي لو حابة مكعب من الزبدة على البطاطا وهي على النار كده يسيح فيها ويطريها، بس انا كنت عايزاها خفيفة مش عايزاها تقيلة قوي. بصوا بقى فرمتها لحد ما بقت ناعمة خالص معايا. هاخد بقى كل المكونات اللي عندي دي ونبتدي بقى نجمع الصينية بتاعتنا. جبت البايركس اللي عندي، وجبت كمان قطعة صغيرة من الزبدة والبشاميل، وهنبتدي نجمع بقى. هضيف كده قطعة من الزبدة برضو، دي اختياري يعني لو مش حابة تحطيها عادي. هوزعها كده على الصينية ونفردها كده في الجناب عشان ما تلزقش مننا بس. وبعد كده هاخد بقى الكمية المناسبة من البطاطا، هبتدي افردها في الصينية. الكمية اللي عندي دي كانت كبيرة يعني الصينية كانت صغيرة عليها، فانا هعملهم على صينيتين. علشان انا مش عايزة البطاطا تكون سميكة، عايزاها تكون طبقة كده رفيعة مش سميكة قوي. وزي ما بنحط البطاطا هنحط طبقة من البشاميل عليها. هوزع بس الاول كده وافردها واسويها علشان كله يكون نفس السمك، ما يكونش جزء سميك قوي وجزء رفيع. هنساوي كده من كل الأطراف.
هنا بقى لو عندك اي نوع من المكسرات ممكن تضيفيه، سوداني، لوز، بندق، فستق، اي حاجه عندك عايزه تضيفيها هتضيفيها في الوقت ده على البطاطا كده، هيديكي طعم حلو قوي برضو لو عندك اي نوع من المكسرات. وبعد كده هبتدي اخد بقى الكميه المناسبه من البشاميل ونفردها على البطاطا. الطريقه دي حلوه قوي وخفيفه وطعمها لذيذ جدا جدا يعني. بصوا، انا عندي بنتي مش بتحب البطاطا قوي، بتاكلها بالطريقه دي بس، جميله فعلا قوي. خلصت بقى الصينيه دي، وبعد ما نخلص كده لو في اي زيادات على الحروف نشيلها عشان الصينيه تكون طالعه معانا نضيفه من الفرن وشكلها حلو، بمنديل بقى كده وتمسحي وتظبطي الصينيه قبل ما تدخل الفرن. عملت كمان صينيه، عملنا صينيتين. ممكن انتي بقى لو عندك صينيه كبيره حطيها مره واحده في الصينيه وخلاص ووزعيها، بس اهم حاجه ما تكونش سميكه. وزي ما قلت لك مسحت كده بمنديل، وده كان شكلها معايا. السمك اللي تحت قد السمك اللي فوق، يعني البطاطا قد البشاميل. دخلتها تحت الشوايه، طبعا مش هنشغل الفرن من تحت لانها هي ما فيهاش حاجه، يعني هي مستويه، البطاطا مستويه، البشاميل مستوي، عايزينها بس تاخد اللون الجميل ده. دخلتها بقى تحت الشوايه تقريبا كده ربع ساعه لحد ما تاخد اللون، يعني تسيبيها لحد ما تاخد لون بقى، تاخد زي ما تاخد معاكي ربع ساعه 10 دقايق حسب الشوايه بتاعتك. وبس كده هتكون جاهزة معايا. عايزة اقول لكم اللي ريحتها حرفيا كانت قلبة الدنيا كلها، ريحتها كانت خطيرة. بطاطا بقى مع فانيليا مع جوز الهند، يعني عاملة ريحة جامدة جدا. الصينيتين كانوا طلعوا معايا، وطبعا علشان تقدميها ويكون شكلها حلو لازم تسيبيها تهدى خالص، لازم تهدى علشان تقطعيها بقى وتكون طالعة معاكي كده ايه، قطع متساوية. هنا انا هوريكم وهي لسه طالعة من الفرن هيكون شكلها عامل ازاي، وهوريكم برضو بعد ما سبتها بردت. يعني الصينية اللي انا بقطعها دي اتاكلت على طول كده، يعني خلاص في ذمة الله كده بعد ما وريتها لكم يعني في بدقايق ما قعدتش. شايفين بقى كانت سايحة لسه طالعة من الفرن وسخنة جدا، كانت مولعة. علشان بقى يكون طعمها حلو معاكي، هي كان طعمها جميل بس تسيبيها ترتاح شوية، كانت خطيرة خطيرة. الصينية التانية بقى سبتها هديت خالص، هوريكم برضو بعد ما قطعناها كده وسبناها بردت هتكون عاملة ازاي معاكم. بتطلع بقى معاكي بسهولة قطع على بعض متماسكة. شايفين بقى الجمال؟ بس كده شكلها وطعمها خطير، حاجة بسيطة اقتصادية موجودة في البيت ومش مكلفة، اعمليها وفرحي أولادك بيها. ولو الفيديو عجبكم هنا ما تنسوش تحطوا له لايك، وطبعا تعملوا سبسكرايب للقناة. لو أول مرة تشوفوا القناة بتاعتي فعلوا زر الجرس عشان يصلكم كل الإشعارات الجديدة. شايفين بقى طعمها خطير تحفة. هسيب لكم بقى مقطع الصينيه اللي اتاكلت كده يعني في ثواني زي ما قلت لكم، شوفوا معايا بقى واضحكوا معايا على اللي حصل بعد ما خلصت. عسالة يا اولاد. السمنة البلدي خدناها بقى وطلعنا كده فوق سطح الهواء، وما شاء الله في دقيقه كانت اتمسحت بطاطا بالسمنة البلدي. ودي النتيجه بعد 5 دقايق من الصينيه اللي اتعملت. يا سلم يا كرم، كرمة بطاطا بايه؟ بالسمنة البلدي. عجبكم؟ باي باي. بطاطا بالسمنة البلدي.